جولة في ذكريات الماضي، رحلة عبر الزمان، بورسعيد قبل 75. اشمعنى 75؟ طب صلى على الزين عليه الصلاة والسلام. احنا خدنا عدوان الثلاثي 56 وخدنا النكسة 67. اشمعنى 75؟ ده تاريخ العودة. آه طبيعي أنا ما كنتش لسه اتولدت، وكان في تهجير، ووالدتي اتجوزت في نفس البيت وخلفت أختي الكبيرة في نفس البيت. واتهجروا. آه الشارع بعد ما شاف الاحتفالات بعيد بورسعيد القومي كذا سنة، وفتح المسلة 58، وبناء المحافظة الجديدة، وبناء مجمع المحاكم، وتحويل المستشفى الأسترالي إلى الثانوية العسكرية بنين. آه، بناء مدرسة القناة بنات، والإعدادية بنات، والثانوية بنات، والمتحف الحربي. بورسعيد شافت احتفالات كتير، بس في النكسة شافت ذل كتير. آه، رصاص في كل مكان، دم، ازاز مكسر، بيوت اتحرقت وبيوت اتهدمت، وبيوت تم ازالة ادوار منها للتخفيف، و عمل امصان لبعض العواميد اللي زي اللي احنا شايفينها دي، اساس العمارات ما تصدعش وتقع. المحافظة عملت مجهود كبير بعد ما رجعنا من الهجرة. لكن فترة ما قبل 75 فترة أنين. البيت كان بيئن، الشارع كان بيئن، ويبكي ويبكي، يعني يبكي دم مش بيبكي دموع. آه من آثار الشهداء، ودم الشهداء اللي كان موجود في كل مكان. الشارع لأنه مداخلها مرات، بس ما كانش فيه محلات. ما كانش فيه غير محل واحد تحت فندق عرابي اللي تدو بقى برج دلوقتي. فالشارع كان بيبقى ضلمة. صحابي كانوا بيخافوا يمشوا في الشارع، يقولنا لأن الشارع يا دوبك الإنارة موجودة فيه زي 23 يوليو. هس هس. آه تابعونا بقى عشان الجزء الجاي أحلى جزء عودة لبورسعيد الحبيبة. استنوني.